السلام عليكم. تعمل ايه لو شفت حد جاله صرع او حاله تشنج قدامك؟ لما حد يجيله حاله تشنج بص بقى الحته دي، اوعى تكتفه، اوعى تكتفه ولا تكتفه ولا تضربه ولا تقول له فوق يا موهوم يا ملبوس ولا تقعد تكبر في ودانه، ما تكتفوش خالص، تسيبه يخلص زي ما هو عايز، سيبه براحته. كل اللي عليك تعمله انك تنظف المكان من حواليه. مثلا واحد وقع في الشارع والناس ملمومه حواليه وعمالين يقولوا اعوذ بالله من الخبائث والله اكبر عشان شايفين مركوب، ابعد الناس دي كلها خالص، ابعد من حواليه اي حاجه ممكن تاذيه، طوب، زلط، وقع في المطبخ وجنبيه سكاكين اللي انتوا سايبينها على الرخام ممكن تقع عليه، شيلها، وقع عند حلاق والارض مليانه مواس، ابعد عنه اي حاجه تاذيه او هو ياذي نفسه بيها. تحمي راسه، تحميها ازاي بقى؟ تحط تحتيها مخده، فوطه، عشان ما تقعدش تخبط في الارض اثناء حاله التشنج. اوعى ايه بقى؟ اوعى تحط في بقه اي حاجه. اللي يقول لك حط له معلقه، حط معلقه هيغري في لسانه، واللي يقول لك حط في بقه محفظه عشان يعضها ايه؟ هي مراته؟ انسى خالص حته ان هو يبلع اللسان. في فرق بين بلع اللسان وزلط اللسان. الناس فاكره ان بلع اللسان بيتبلع بيتزلط بينزل جوه المعده، لا، بلع اللسان معناها ان عضله اللسان بترتخي فبتكتم مجرى التنفس، بترتخي مش بتتبلع. فانت بتتجنب حاجه زي كده ازاي؟ بتتجنب حته بلع اللسان بانك ترجع راسه لورا، مش اثناء التشنج بس، بعد حاله التشنج ما تخلص بتعمل ايه؟ تشوف الاول اذا كان المصاب ده بيتنفس ولا لا، وبتحطه في وضع اسمه وضع الافاقه. وضع الافاقه ده ينفع لاي حد مغمى عليه. ايه بقى وضع الافاقه ده؟ بظهر ايده اليمين على خده الشمال، وبتتني رجله اليمين من عند الركبه، وبتقلبه بالراحه، بالراحه على جنبه الشمال، وبترجع راسه لورا بالراحه، رجع راسه لورا، ما تقطمهاش، ما تخليش تلف الناحيه الثانيه، رجعها لورا بس لان بسيطه. وضع الافاقه ده وانت منيمه على جنبه مناسب جدا، عشان حتى لو في افرازات نازله من بقه بتنزل على الارض. اتصل بالاسعاف لو الحاله دي كانت طولت عن 5 دقايق، ولو ما طولتش ممكن ما تتصلش، بس انا افضل انك تتصل كالعاده. الاسعاف دي اهم حاجه. بعد المصاب ده ما يفوق خفف عنه، قول له ما تخافش، انت جات لك حاله تشنج، انت دلوقتي كويس، انت دلوقتي بخير، احنا صورناك وهنفضحك. لا بلاش دي، ده ممكن يتسرع فيها، بلاش دي، محدش يعملها. امتى بقى تتصل بالاسعاف؟ على طول. لو كان اللي جات له حاله تشنج دي واحد من الناس دول، ست حامل او واحد عنده سكر او واحد كان عنده صداع وجات له حاله تشنج بعديها، واحد اتخبط في دماغه، واحد كان بلع حاجه كيماويه وجات له حاله تشنج، او واحد قال لك انا حاسس ان انا محسود وجات له حاله تشنج، اتصل بالاسعاف على طول. وفي النهايه لو كنت شخص بيجيلك حالات تشنج، اتمنى من ربنا ان هو يتم شفاك على خير، بس يا ريت ما تنزلش ميه لوحدك ولا تسوق، وابعد عن الشمس على قد ما تقدر، وابعد عن المكيفات اللي هي الشاي والقهوه، ده اللي اقصده بالمكيفات، وربنا يسترها على الجميع. السلام عليكم.